السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وفي اتم الصحه ان شاء الله يا رب. وصفتنا اليوم هي محبوبه الجماهير او معشوقه الجماهير، كيبغيها الكبير والصغير، اللي هي حلوه الكوك، كتجي رطبه بنينه هشيشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. غادي ندوزو المقادير على بركه الله. في قصعه اولا في اناء غادي ناخذ 4 ديال الحبات ديال البيض ورشيشه ديال الملح وكاس ديال سنيده. غادي نخلطوه مزيان مزيان حتى كتذوب لينا سنيده. وغادي نزيدو كاس ونصف ديال الزيت، دائما العبار بكاس العنبه. نخلطو مزيان مزيان. وغادي نزيدو قشور الحامض، ممكن اننا نعوضو قشور الحامض بقشور البرتقال حتى هو كيجي بنين. وغادي نزيدو الدقيق وزوج خمارات حمر. الدقيق انا خدا ليا 500 غرام، نص كيلو ديال الدقيق، يعني على حساب الدقيق كاين اللي كيتشرب. مهم العجينه في الاخير كتجي شويه رطبه، ماشي رطبه بزاف باش ما تسيحناش في اللاطه. هنايا هذا هو القوام نتاع العجينه. غادي نكورها كويرات صغار وغادي ندخلها للفرن. هنايا الحلوه ديالي فاش طابت، غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها الكونفيتور تكون شويه جاريه بالنكهه نتاع المشماش، وغادي نضيف لها 2 معالق كبار ديال المزهر. وغادي نديرها على نار مهيله غير واحد 5 دقائق. غادي ناخذ الحبات ديال الحلوى وغادي نغمسهم مزيان مزيان في الكونفيتور، وغادي نفندهم في الكوك مزيان حتى نكمل من الكميه كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى. كتجي بنينه، كتجي رطبه وهشيشه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، وبالصحه والراحه. حتى الوصفه اخرى ان شاء الله.